ازاي جندي ألباني عادي مسك مصر كلها وقدر يحولها لدولة حديثة؟ ما تيجي نشوف. بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر دخلت مصر في حالة من الفوضى بين القوى الإنجليزية والعثمانية والمماليك، وشعب مش لاقي حد يحميه. وفي وسط الزحمة دي طلع لنا جندي ألباني عادي اسمه محمد علي. بذكاء محمد علي وقوة محمد علي قدر يقرب نفسه من الشعب المصري لحد لما حصل المشهد التاريخي عام 1805. الشعب وقف والقيادات الشعبية وقفت وقالت اللي هيحكمنا هو والي واحد بس، هو محمد علي. محمد علي ما كانش والي عادي زي اي والي عثماني مسك مصر قبل كده. محمد علي فكر ان هو يعمل ازاي او يخلي مصر دولة قوية ودولة حديثة. عمل جيش بيتدرب على الطريقة الأوروبية الحديثة. بدأ إن هو يرسل البعثات الأوروبية إلى الخارج، فتح مدارس صناعية وزراعية، وبدأت مصر في عهده بدأت تتحول تدريجيا